طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم صابر. ما تنساش تخش قناه تليجرام، سايب لك لينك في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. بقالي كتير ما بسجلش فيديوهات، كنت مضغوط شويه الفتره اللي فاتت دي، كان عندي تغيرات كتير وكبيره كده بتحصل في حياتي، ولكن كنت مبسوط بيها جدا 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 يعني، وسعيد بيها. تمام. طيب في الفيديو ده عايز اتكلم معاك عن ازاي تعمل كونكشنز، ازاي يكون عندك شبكه علاقات كده رايقه كده شقيه وتتشقلب كده وتتنطط وهكذا. مش جاي اقول لك اهميه كونكشنز ايه، يعني انت فاهم، انا حرقت في الموضوع ده كتير، انت ممكن تسرش تكتب اهميه تكوين علاقات، ماشي. فانا جاي اقول لك ازاي تعمله، جاي اقول لك ازاي ايه تعمل. طيب خلينا نعرف الاول الهدف، وانا مش جاي اقول لك اهميته، انا جاي اقول لك هدف كده عايزين نطلع بيه من ان انا عايز اعمل الخطوه دي او عايز اخد الخطوه دي او ابذل مجهود في الخطوه دي. ليه انا عايز اعمل علاقه مع الشخص ده؟ وكلمه علاقه مع الشخص ده تحس ان هي غريبه شويه ولكن انا عايز اعمل علاقه مع الشخص ده، هعملها ليه؟ اولا يعني الهدف اللي انت شايفه او اللي انا شايفه او اللي كلنا شايفينه هو ان انا ليا مصلحه عند الراجل ده. يعني الراجل الفلاني ده راجل تقيل، وزنه 150 كيلو، عنده جناحات وبيطير وبيقبض مش عارف كام ومركزه ايه وبيشتغل فين ومش عارف ايه. الراجل ده تقيل قوي 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 قوي، يعني بطيخه حرفيا. فالراجل ده انا عايز اعمل معاه علاقه. هعمل معاه علاقه ليه؟ عشان ليا عنده مصلحه. انا عايز مثلا حاجه فلانيه، متارجت هدف معين عايز احققه، فانا ليا مصلحه عند الراجل ده، او هيكون ليا مصلحه عنده قدام في المستقبل، ما حدش عارف. على سبيل المثال مثلا بعد 5 سنين ولا حاجه، انا عارف الراجل ده، هو عارفني، مش عارف وقع قدامه ايه فقال ايه وهكذا. تمام. فممكن يكون ليا عنده مصلحه قدام، فلازم تكون صريح مع نفسك ان انا عايز اعمل علاقه مع الراجل ده عشان مصلحتي بس. لازم تبقى عارف ده، وده مش غلط، يعني ده مش غلط خالص ان انت تعرف حد عشان مصلحتك. بالعكس، دي يعني التصالح مع النفس في النقطه دي حاجه رهيبه جدا 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 جدا. فحاول ان انت تبقى فاهم ده وعارف ده وتعرف ان هو مش غلط، بالعكس يعني لا، دي حاجه صح ومظبوطه وما فيهاش اي غلط. طيب هعمل ده ازاي؟ يعني هعمل علاقه مع الشخص ده ازاي؟ ايا كان المجموعه الاشخاص اللي انا عايز اعمل معاهم علاقات دي، هعملها ازاي؟ طيب انا مش هروح للراجل اقول له بص اعرفني. يعني هو مبدئيا الناس دي كلها انت عارفهم، يعني انت متابع ده ومتابع ده ومتابع ده ومتابع ده وعارف الناس دي كلها، ولكن الناس دي كلها ما حدش فيهم يعرفك، ما حدش فيهم يعرف انت مين ولا بتعمل ايه ولا عايش ولا ميت ولا اي حاجه، ما حدش فيهم يعرف عنك اي حاجه. واقول لك التقيله هم مش مهتمين يعرفوك، فاهم؟ ف هخليهم يعرفوني ازاي؟ طرق كتير بقى، يعني تعددت الطرق، والهدف ايه؟ واحد. هعمل ايه؟ مبدئيا الناس دي ممكن يكون في بعض منهم يعني بيحضر ايفنتات، اللي هو ايه؟ على سبيل المثال في جامعه فلانيه يعني كلمت الشخص ده اساس ان هو سبيكر، يعني هيبدا ان هو يحضر الايفنت ده ويبدا ان هو يتكلم. ف يعني ممكن ان انا اروح الايفنت ده وابدا ان انا احضر الايفنت ده للراجل ده، وابدا ان انا ايه يعني اسمع منه كلمتين حلوين، اجي بعد الايفنت اخد الصوره اللذيذه معاه. ممكن ان انا ابدا ان انا ايه اللي هو المس معاه في كلمتين، اتكلم معاه كلمتين. الكلمتين اللي انت هتتكلمهم معاه هيكونوا عاملين ازاي؟ ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ طمني عنك. بتقبض كام؟ لا اكيد مش هتعمل كده خالص. انت ممكن تروح للراجل ده، يعني خلينا نقول ان انت ممكن تروح للراجل ده وخلينا نقول تلفت انتباهه لان انت عايش وموجود. صدقني 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 محدش مهتم بيك خالص خالص خالص. فحاول تلفت انتباهه ان انت عايش وان انت بتتنفس وان انت موجود. ازاي هلفت انتباهه؟ دايما القصه او القصص بشكل عام هي اللي بتلفت الانتباه. الناس بتهتم بالستوري، الناس ما بتهتمش خلينا نقول بالريزلتس في الاخر. يعني الناس، في بعض الناس كده بتهتم بالستوري، حاول تشد انتباههم بستوري خفيفه كده بسيطه. والله ده انا وانا جاي من على المحور مش عارف كوبري ايه اتقلب فبدا ان العربيات تخش شفت موتوسيكل داخل في تريلا، فاهم؟ حاول يعني اللي هو ايه، اديله قصه كده بسيطه قوي تحضرها مثلا، او حاجه كده تخطر في ذهنك وانت قاعد بتتفرج عليه من ضمن الكلام اللي بيتكلموا في الايفنت ده. حاول كده اللي هو تلفت انتباهه باي حاجه، مش شرط قصه، ولكن اللي هو خليه يفتكر وشك، خليه يفتكر ان انت موجود بعد ما يمشي، بعد ما يبدا يسلم على الناس كتير قوي دي كلها ويبدا يمشي. خليه يفتكر والله ان في شخص اسمه صابر سلم عليه وقال له كذا كذا كذا. حاول ان انت تذكره بنفسك، تبصم على ده. هتبصم على ده ازاي؟ بعد الايفنت، بعد ما الراجل ده ما يمشي
والله اروح فاتح لينكد ان مثلا، هفتح الفيسبوك اكونت بتاعه، هفتح مش عارف ايه يعني اي حاجه تخصه. تاني يوم في نفس اليوم بعدها بكام ساعه كده ما بقاش غلس يعني، بعدها على طول اي حاجه يعني مثلا ممكن ابدا ايه ابعت له مسج، والله اقول له والله يا هندسه ازاي اخبارك عامل ايه، كويس، انا فلان الفلاني اللي كلمت حضرتك مش عارف ايه، كنت مبسوط جدا بالايفنت وربنا يكتر من امثالك وربنا يديم الخير اللي انت بتعمله واللحمه اللي انت بتوزعها والحاجات دي كلها، فاهم؟ انا مش بقول لك طبل له، انت عندك هدف، الهدف بتاعك ايه؟ اللي هو الراجل ده يعرفني ويبدا ان هو يميزني عن باقي الالوفات اللي عارفينه وهو ما يعرفش فيهم حد، فاهم قصدي؟ فانا عايز الراجل ده ايه؟ يميزني. او الراجل ده ما بيحضرش ايفنتات، يعني الراجل ده ملوش ولا في الايفنتات ولا في اي حاجه ولا في الدنيا دي كلها، بس الراجل ده مثلا على سبيل المثال اكتف شويه في الكوميونتي، يعني بينزل مثلا بوستات كتير، عامل بروجكتس كتير، مشاريع مثلا حلوه بيبدا ان هو ينزلها، او بيقول والله ده انا بيكتب ارتكلز على لينكد ان، اي حاجه كده من الحاجات دي، اكتف نوعا ما في الكوميونتي. فانا ممكن ان انا استغل ده ازاي؟ هشوف الحاجه اللي هو بيعملها، على سبيل المثال هو عامل بروجكت مثلا، البروجكت ده جايب 100,000 داونلود على الستور، والبروجكت ده بيهدف او ان هو بيعمل حاجه معينه، تمام؟ على سبيل المثال يعني ممكن اخش اساله في البروجكت ده، اساله سؤال يلفت انتباهه، اللي هو ايه؟ الناس دي بيجي لها اسئله كتير جدا 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 جدا، انا ممكن اساله سؤال في الحاجه اللي هو عملها، في الحاجه اللي هو اشتغل فيها، في الحاجه اللي هو مثلا تعب فيها وعمل فيه وبذل فيها مجهود جدا جامد جدا جدا جدا. ممكن اخش اساله والله اقول له هندسه هو انت ليه هنا استخدمت ده وما عملتش ده؟ او على سبيل المثال لو البرودكت ده لايف مثلا، ممكن اخش تست بسرعه كده، الاقي مثلا بجايه هنا او هنا او هنا، ابصيله واقول له هندسه بص ده انا اكتشفت ان في مشكله هنا. خليك كده اللي هو ايه، ابدا حاول تلاقي طريقه، بدل ما تخش تقول له يعني باشمهندس انا عندي ايرور في الكود، تعالى معلش ميتنج ساعه ونص هنقعد مع بعض بالحمالات، وهتبدا ان انت تحل لي الايرور وتصلح لي البج اللي عندي. ما حدش هيعمل ده، ما حدش هيسيب، ما حدش هيهتم بده ابدا 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 ابدا. الراجل ده عنده النص ساعه اللي هيقعدها مع ابنه الصغير مثلا، هيقرا معاه قصه اهم بكتير جدا 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 من الخمس دقايق اللي هيقعدوا معاك في ميتنج يعني، ماشي؟ ف حاول تلاقي سكه كده ايه اللي هو ما تخشش تقول له مثلا انا محمد صابر ومثلا عايز شغل، لا لا مش هخش اقول له كده طبعا، لا انا كده بقفل السكه معاه بالضبه والمفتاح، اللي هو الراجل ده شايفني ان انا بحلبه حرفيا او ان انا بستغله، فعمره ما هيفكر ان هو يساعدني. فاحاول ان انا ايه اكون كرييتيف شويه، اكون عندي لمسه كده اللي هو ايه بصمه كده، هبعت له مسج او حاجه تثير انتباهه وغرايزه، يعني ان هو يخش يرد، تمام؟ فكره ان هو يخش يرد، رد من هنا حاول ان انت تمسك فيه بايدك واسنانك، اللي هو ايه؟ اللي هو الشات ده في كام مسج هتتبعت بعد كده وخلاص هيتقفل ومش هخش الشات ده تاني، لا حاول تفتح الشات ده كل فتره كده، مش كل يوم هتبعت له، لا مثلا كل اسبوع، حاول تخليك في ذاكرته او في جزء كده 1% من ايه يعني من دماغه، فاهم؟ اللي هو 1/10% يعني، تمام؟ نوعا ما هخليه فاكرني، اللي هو فاكر ان هو عمل شات مع حد قبل كده والحد ده والله مش عارف بيعمل ايه وايه 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 وايه، فاهم قصدي؟ ممكن اساله سؤال مثلا على سبيل المثال، سؤال كده يكون تكنيكال تقيل بحت مثلا، حاجه تثير انتباهه كده وفضوله ان هو يخش يرد، يحاول ان هو يفهم هو انت ازاي عملت ده او ازاي وصلت لده، او السؤال مثلا يشده فان هو يخش يرد عليك يقول لك والله مثلا ده النقطه دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا. فالحاجات دي كلها بتفرق يعني ان انت تعملها، ان انت تعمل ده. ده بالنسبه لحته ان انا هخش ابعت له او اخش اكلمه دايركت، تمام؟ في طرق تانية ان انا اعمل ده. على سبيل المثال انا اعرف محمد يعرف احمد، واحمد يعرف ابراهيم، وابراهيم يعرف واحد تقيل جدا 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 زي ما قلنا وزنه معدي ال 150 كيلو. ممكن ان هو ايه ابدا ان انا اروح لاحمد، احمد اقول له احمد بص انا عايز اتعرف على مش عارف فلان الفلاني، فهل ممكن تكلم لي محمد؟ فمحمد يكلم ابراهيم، فابراهيم يكلمه هو، فهتحاول ان انت ايه نوعا ما تلضم معاه كده بالخيط لحد ما توصل له، فاهم؟ اللي هو هتمشي يعني هتمشي بالخيط 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 لحد ما توصل له كده، ودي هتبقى اسرع يعني من ان انت تخش تبعت له دايركت او ان انت تحضر له ايفنت وبعد الايفنت تكلمه والكلام ده كله، تمام؟ فدي طريقه من الطرق برضو. بس اللي انت
يعني تحاول تبعد عنه خالص خالص خالص، هو ان انت تبين له ان انت مصلحجي قوي، مع انك انت كده كده مصلحجي وشخص عايز مصلحه منه، بس الفكره ما تبينلوش ده، ما تبقاش غبي يعني. ما تجيش تقول له انا شوف لي شغل، انا عايز اشتغل شوف لي شغل، هو مش خدام عندك. او يعني افرض الراجل ده ما بيحبش يساعد، الراجل ده بيحبش يساعد حد مش عارفه، بيساعد الناس اللي يعرفها بس، دايرته صغيره، فاهم قصدي؟ اكيد يعني هيقول لك ماشي ماشي هعمل ده وان شاء الله خير وربنا يسهله، اي حاجه خالص، فاهم؟ ف تعددت الطرق، والهدف ايه؟ واحد، انا ليا مصلحه عند الراجل ده، والراجل ده انا عايزه يعرفني وابدا ان انا ايه يعني، يفتكرني في يوم من الايام، بحيث مثلا والله في حاجه وقعت قدامه فممكن ان هو مثلا ايه يساعدني بيها، او الحاجات دي كلها، فاهم؟ فدي من النقط اللي انت تعملها يعني، او ماشي. طيب من الحاجات اللي انا عملتها قبل كده وجابت لي حبه حاجات حلوه، وكنت بعملها بمحض الصدفه يعني، ما كنتش ببقى قاصد حاجه خالص، كنت بعملها عشان بحب ده مش اكتر، وهي المساعده. يعني الناس دي، اي حد في الدنيا بيحتاج مساعده، بس الناس دي مش هتحتاج مساعده منك في الكود مثلا يعني، لا اكيد يعني هم اكيد يعني هم ما وصلوش لدرجه اليأس ان هم يخشوا يطلبوا منك مساعده في الكود، فاهم قصدي؟ فالناس دي مثلا واحد كده رايق يعني، عنده مليار فولور على مش عارف فين، ولينكد ان وبتاع مش عارف الكلام ده كله، وصوره الاكونت بتاعته بنص جنيه حرفيا، فاهم؟ ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخش مثلا اخد الصوره دي، او اخد صوره حلوه ليه مثلا، اعمل له صوره بروفايل كده رايقه كده مثلا، واحد صاحبي بيعمل جرافيك كده ابعتها له مثلا، يا اسطى عايزين نظبط صوره للراجل ده، او انا مثلا بعرف العب شويه في الصور، ممكن اظبط له صوره حاجه زي كده، انت فاهم؟ الحاجات دي بتفرق يعني، الحاجات دي يعني هيفتكرك بيها حرفيا، هيفتكرك بيها. دي حاجه انا كنت بعملها بالصدفه والله، وكانت كانت مثمره جدا، فاهم قصدي؟ فدي من الحاجات الحلوه اللي انت ممكن تعملها برضه. طيب اخر حاجه والحاجه الاخيره، وهي ان انت، هي دي حاجه ملهاش علاقه بده قوي، ولكن هي حاجه من الحاجات المهمه جدا 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 اللي انت لازم تعملها، وهي البيرسونال براندنج، اللي هو انت على طول لازم تبقى شكلك جامد جامد جامد، وموجود ومتواجد واكتف، وشخص كده نار مشتعله على البلاتفورمز المختلفه. على لينكد ان، انت تنين على لينكد ان، تنزل ارتكلز، وراجل بتاكتف قوي، وبتخش تكتب كومنتات، وبتبعت كونكشنز، وعمال بتنزل في كونتنت، وراجل عمال بتحرق 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 بتحرق، ده كله بيجيب. في ناس بتلاحظ الكلام ده والله، والله العظيم في ناس تقيله قوي بتلاحظ الكلام ده، وتخش تعلق لك، وتخش تكتب لك، ممكن تستغل ده في ان انت تخش كده كده، فاهم قصدي؟ فدي من الحاجات اللي اللي انت المفروض تعملها، ان انت تبقى حريقه واد كده، فاهم قصدي؟ عندك بقى مش عارف بتعمل ارتكلز ولا حاجه، او بتكتب حبه مقالات رايقه كده، عندك لقيت بجايه جامده قوي تقيله قوي، دخلت قلت يا جدعان انا لقيت البجايه دي والحل بتاعها كذا 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 كذا، هتخش تشرح حاجه معينه، هتخش مش عارف تنزل مثلا انت عملت البروجكت الفلاني، هتخش مثلا تقول، فاهم؟ انت راجل اكتف، فصدقني دي بتجيب والله برضه. وبس ده الكونتنت بتاع الفيديو، دي الطرق اللي انت محتاج تعملها، وهي دي الحاجات الواضحه اللي قدامك ان انت ممكن تعملها عشان يبقى عندك كونكشنز كويسه، وصدقني هتجيب معاك والله. لو جربت طريقه من الطرق دي كلها في 5 6، مش هقول لك واحد بس انا هجرب معاه الطريقه دي، لا يعني انا عندي 5 6 مثلا هبدا ان انا اجرب الطرق دي وهكذا، وهلعب شويه وبتاع، فاهم؟ قدامك بقى 100 واحد يعني حرفيا. فصدقني الطريقه دي بتجيب، والطريقه دي وما تتوقعش يعني ان الدنيا وردي والموضوع سهل، لا، زي ما انت بتبذل مجهود في ان انت تعمل اي حاجه في الدنيا، ابذل مجهود في ده، هتلاقي نتيجه ليك كويسه ومرضيه بالنسبه لك. وتقبل ان انت تعرف حد عشان مصلحته، دي مش حاجه عيب اطلاقا، ولا ده حاجه غلط خالص بالمره، بل بالعكس دي حاجه كويسه جدا 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 جدا. دعواتكم، اشوفكم الفيديو الجاي.